أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضية جديدة. كنعتذر لكم على طول الغياب وننتقلوا بسرعة للقضية ديال اليوم. في القضية ديال اليوم غنتقلوا لإيطاليا وبجهة لومباردية وبالضبط عمالة بريشا، في واحد المقاطعة صغيرة بزاف الاسم ديالها بالينا دي بورنو اللي جات فوق الجبال ديال بريشاني. واحد العمالة اللي صغيرة بزاف وسكانها كلهم كيعرفوا بعضياتهم، حيت ببساطة ما كيتعداش 70 شخص. واحد النهار عادي وبالضبط في 21 مارس كان واحد السيد من السكان المحليين ديال ديك المنطقة اللي في الستينات من العمر ديالو، كان الاسم ديالو فاوستو فيدريكي. كان كيدير بحال اللي كيدير كل نهار الروتين ديالو، كيتمشى في ديك المنطقة حتى غادي يلقى 4 ديال البلاستيكات ديال القمامة كحلين. وهاد الميكات كان المنظر ديالهم غريب عليه حيت ما كانوش منفوخين كما كيعرف، ولكن كانوا باينين باللي فيهم شي حاجه ثقيله. داكشي علاش الفضول ديالو غادي يقودو انه يقرب لهادوك البلاستيكات ويحاول يعرف شنو فيهم، خصوصا انهم ديك المنطقه كما قلت لكم فيها سكان قلال وماشي من العادات ديالهم انهم يلقاو القمامه مرميه في الطريق. غادي يقترب ومجرد أنا يحرك الميكا الأولى غادي يكتشف أن فيها أجزاء ديال الجثة ديال المرأة مقطعة ووصل لواحد الدرجة متقدمة من التحلل. وبطبيعة الحال هاد الشخص هذا من بعد ما لقى الجثة غيتصل برجال الشرطة اللي حتى هما حضروا في الحين وبدورهم بداو في التحقيق. كان الهدف ديالهم الاساسي هو تحديد الهويه ديال الجثه اللي كانت واصله لدرجه متقدمه بزاف من التحلل، لدرجه انهم ما تمكنوش من تحليل البصمات ديال الاصابع ديالها. ولكن اثار الانتباه ديالهم انها كتحمل اوشام اللي كانت جد متميزه، اوشام اللي كانت هي عباره عن رسومات ديال الحيوانات على الارداف ديالها، وكان رقم 2 اللي مقلوبه. وفعلا ديك الساعه غادي تلقوا واحد النداء لعل وعسى يلقاو شي واحد اللي كيعرف مولات هاد الاوشام هادي. وبمجرد مرور وقت قصير غادي يتصل بهم واحد الشخص اللي كيقول لهم بانه من المعجبين ديال واحد السيده اللي كان عندها نفس الاوشام اللي لقاو في الجثه. والشرطة كذلك من بعد ما قامت البحث ديالها غتكتشف انه كاينه واحد البنت اللي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هي اللي مفقودة في نفس تقريبا المدة الزمنية. وبالفعل الاسم ديال هاد المؤثرة هو نفس الاسم اللي غادي يعطيهم هذاك الشخص المجهول اللي اتصل بهم وقال لهم باللي هو من المعجبين ديالها. وبالضبط ديك الساعة غادي يتمكنوا انهم يحددوا الهوية ديال الضحية اللي كانت هي واحد البنت اللي الاسم ديالها كارول مالتيزي. كانت كتبلغ من عمرها 26 عام وكتنحدر من المنطقة ديال سيستو كاليندي. وهنا البوليس غادي يحاولوا يرجعوا للعائله ديالها والطفوله ديالها باش يعرفوا شويه المعلومات عليها، باش يتمكنوا انهم يحدوا شكون من مصلحته انه يصفيها لها بهذيك الطريقه هذه. كارول دوزات واحد الطفوله اللي عاديه بزاف وهادئه، كانت كتمارس الدراسه ديالها وكتمارس بزاف الهوايات اللي منها ركوب الخيل وحتى الرقص، ولكن ما تكملاتش الدراسه ديالها بدرجه بسبب انها كانت دائما كتحلم انها تدخل مجال الموضه. من بعد ما وصلت 19 عام غتعرف على واحد الشاب وغادا تولد منه واحد الولد، وغادي يبقاو على علاقه واحد المده قصيره. كانت مزيانه ولكن من بعد غتكتشف انها هي وهاد الشاب هادو ما مفاهمينش وغادي يتفارقوا بالتراضي. كان هاد الشخص هذا الاسم ديالو ماركو، كان كبر منها تقريبا ب4 سنين، ولكن كان عايش مع والديه في منطقه فيرونا. كان مستقر بزاف في الخدمه ديالو مع العائله ديالو، كان عنده علاقه زوينه مع جميع الناس. في المقابل كارول كانت حياتها مهتزه بزاف، ما كانش عندها لا خدمه مستقره ولا اصدقاء مستقرين. داكشي علاش غيتفقوا باللي الولد غادي يبقى مع الاب ديالو وهي غتبقى تجي تشوفو كل مره. فعلا غتنتقل، ولكن كانت مرتبطه بزاف بولدها، كانت كترجع دائما وبانتظام باش تشوف ولدها واخا بدلات المنطقه ديال السكنه ديالها. روحها كانت متعلقه فيه كما كانت كتقول. في هذه الفتره هذه كارول غادا تنتقل لميلانو ولقات خدمه في متجر البيع العطور، ومن بعد منها فتره قصيره غتبدلها لمتجر بيع الاحذيه.
وبقات على هذا الريتم هذا كتبدل في هاد الخدامي الصغار حتى وصل لعام 2019. وبسبب الوباء واللوك داون خدمتها غادا تعقد بزاف وغتلقى راسها مضطرة انها تلقى حل، حيت لقات راسها ما عندهاش مدخول باش تعيش. وفي هذه المرحلة هذه كارول غادا تنتقل لواحد المرحلة حاسمة في حياتها، حيت غتقرر انها غتدخل المجال الاباحية والاثارة. هذا الوقت تعرفت على واحد الشخص اللي كان الاسم ديالو دافيدي فونتانا، كان في العمر ديالو 43 عام وكان زبون عندها. من بعد غيكتشف انه مغرم بها، وفي اكتوبر 2020 غادي يفاتحها وغادي يدخلوا في علاقة عاطفية اللي استمرت غير مدة قصيرة. من بعد اشهر كارول غتحس براسها مسلوبة الحرية، وانها ما بغاتش تبقى في علاقة اللي مستقرة حيت كتحس براسها مخنوقة، حيت هي كتعتبر راسها واحد الانسانة اللي متحررة، وعلاقة بحال هذه غادي تقيد لها الحرية ديالها. وفعلا غادي يتفارقوا، وهي غادا تتعرف على واحد الشخص جديد الاسم ديالو سلفادوري. ومع ذلك غادي تقرر هي ودافيدي انهم يبقاو اصدقاء وعلى علاقة زوينة. داكشي علاش كرا دار معها في نفس البناية بحجة انه ولف في المنطقة وقريبة ليه الوكالة البنكية اللي خدام فيها. كارول ما كانش عندها حتى شي مانع مادام كل واحد كان عايش في دارو وعنده الحرية ديالو. وفعلا استمرت الامور، دافيدي عايش حياته وكارول عايشة حياتها بكل حرية مع الحبيب الجديد ديالها. ولكن الطرف اللي غيكون ما مرتاحش لهذا الوضع هذا هو سلفادوري، الحبيب الجديد ديال كارول، حيت كان دائما كيتشكى من القرب الشديد ديال دافيدي من كارول، وكان ديما كيحاول يقنع راسو انهم مجرد اصدقاء. ولكن داكشي اللي كان كيشوفو ماشي هو داك، حيت كان كيبان ان دافيدي كيبغيها بزاف. وكيف ما سبق وقلت لكم باللي كارول بقات عندها علاقة زوينة مع الأب ديال الابن ديالها اللي عنده 6 سنين. غيتصل بها واحد المرة وغادي يقترح عليها من بعد ما تشكات عليه من سوء الأوضاع ديالها، غيقترح عليها واحد الاقتراح أنها تنتقل وترجع لفيرونا فين كاين الابن ديالها، حيت بعد المسافة مع ولدها كان كيزعجو بزاف، وكان الولد محتاج الام ديالو في داك العمر ودائما كيسول عليها، واخا كانت كتجي تشوفو مره ولكن كان مبرزط على الابن ديالو. داكشي علاش غيقول لها من مصلحه ولدنا انك تكوني قريبه منه، على الاقل يشوفك مره وتكوني حاضره في حياته. وبصراحه حتى هي كانت متاثره بزاف وكانت حزينه من البعد ديالها على ولدها. داكشي علاش الفكره ديال الرجوع بدات كدور لها في راسها، خصوصا وانها ما كانتش مرتاحه للوضع ديالها والخدمه اللي كانت خداماها، وكانت كتفكر انها تقلب على خدمه عاديه وتخرج من هذا المجال بمره. ومن بعد هذه المكالمه اللي كانت بتاريخ 10 يناير 2021 من تما غادا تغبر، وحتى شي واحد ما غيبقى يسمع ليها شي حاجه. ولكن كانت كتواصل مع العائله ديالها ومع والديها وصحابها غير بالميساجات، وكتقول لهم انها قررت تبعد باش تفكر شويه كيفاش تبدل حياتها، وما مستعده تدوي مع حتى شي واحد هاد الساعه. وهما احترموا الاختيار ديالها، حيت هي اصلا طبعها متقلب ومولفين عليها كدير بحال هاد الشيء. واستمر هاد الاختفاء ديالها تقريبا 3 شهور كامله، حتى كتلقى ديك الجثه في هذيك المنطقه وكيحدوا الهويه ديالها باللي هي فعلا هاد الجثه ديال كارول. وبناء على هاد المعطيات هادي رجال الشرطه غادي يبداو يحقوا مع الناس اللي كانوا قراب من كارول باش يعرفوا شنو تقريبا اللي وقع ليها وشكون هو الشخص اللي من مصلحته يصفيها ليها. ومن بعد كيتفاجئوا بواحد المعطى جديد، انه نهار واحد فقط باش تلقى هذيك الجثه واحد الشخص غادي يقدم شكايه، الوحيد اللي كان قدم شكايه بالاختفاء ديال كارول ماتيلزي. هاد الشخص هذا كان هو الصديق ديالها دافيدي فونتانا. وفعلا رجال الشرطه غادي يستغربوا كيفاش هاد الشخص هذا اللي كان قريب ليها بزاف وساكن حداها تقريبا في نفس العماره وكانوا ما كيتفارقوش، عمرو ما قدم شكايه ولا تسائل يعني كيفاش هاد السيده هذه غبرات بهاد الطريقه هذه. وبمجرد نهار انهم غيلقاو الجثه ديالها هو غادي يقدم شكايه. بالنسبه لهم هذا كان واحد الامر شويه مشكوك فيه، ومع ذلك هذا ما كانش سبب كافي انهم يتهموا دافيدي بالقتل ديالها.
داكشي علاش غادي يرجعوا لديك المنطقه اللي لقاو فيها الجثه، وغادي يحققوا مع دوك الناس اللي كاينين تما، وغادي يقلبوا المنازل اللي حاطين الكاميرات على برا. وفعلا غادي يلقاو واحد الطوموبيل اللي كانت كدور تما، وطوموبيل يعني غريبه على المنطقه. كما قلت لكم هذيك المنطقه السكان ديالها محسوبين على رؤوس الاصابع، يعني ملي كتدخل شي سياره جديده كتكون باينه باللي راه ديال شي واحد ماشي من المنطقه. فعلا الكاميرات غادا ترصد ان الطوموبيل، واحد الطوموبيل كري نوع فيات، غادا تدور بديك المنطقه نهار قبل ما غادي يلقاو هادوك البلاستيكات كحلي اللي فيهم الجثه. ومن اللوحه ديال السياره او الماتريكول غادي يقلبوا على شكون مول هذيك الطوموبيل اللي كانت كدور تما. والمفاجاه انها كانت الطوموبيل ديال الهالكه ديال كارول. غادي يعمقوا شويه البحث وغيكتشفوا ان اللي كان كيسوق ديك الطوموبيل هو الصديق ديالها فونتانا. وملي غادي يمشيو للعماره اللي كانوا ساكنين فيها غادي يتاكدوا من هذه المعلومه من الجيران ديالهم، غيقولوا لهم باللي هو اللي كان هذه المده كامله كيستعمل السياره ديالها، حيت كان كيقول لهم باللي هي سافرت وخلاتها ليا. وهنا كان عندهم اسباب كافيه انهم يجيبوا فونتانا للمركز ويحققوا معاه تحقيق عميق. دافيد فونتانا اللي نكر الامر كليا، نكر باللي انه كانت عنده السياره في الاول، نكر باللي عارف شي حاجه على هذه القضيه هذه، قال باللي انه غير استغرب الامر ديال الغياب ديال هذاك الشيء علاش مشى دار شكايه، وان الصدفه هي اللي جات انه دار شكايه والغد اللي لقاو الجثه، ان هادشي كامل كان صدفه. ولكن هما غادي يزيروا عليه مزيان الخناق، غادي يضطر انه يعترف لهم باللي هو قتلها عن طريق الغلط، ما كانش ناوي يقتلها. ولكن من بعد مده غادي يبدل الاقوال ديالو، غادي يسحب كاع الاعترافات اللي اعترف قدام رجال الشرطه في الاول في المركز، وغيقول لهم بالحضور المحامي ديالو انه كان غير يعني كان متوتر وكان خايف ومصدوم من داك الخبر اللي لقاه على كارول، بانها بالحكم انها كانت الصديقه المقربه ديالو. داكشي علاش انه اعترف، ولكن هو ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه هذه. هادشي اللي غادي يضطرهم انهم يبحثوا مزيان في الدار ديال كارول على شي ادله وعلى شي حوايج اللي غادي تخلي تعاود تساعدهم انهم يثبتوا عليه هاد التهمه هادي. وفعلا في الطوموبيل غادي يلقاو اثار ديال الدم، وغادي يلقاو اثار ديال لادين ديالها، يعني الشيء اللي كيجزم انه هو كان عنده علاقه يعني مباشره بهادشي اللي وقع ليها. ومن بعد ساعات طويله ديال التحقيق فونتانا غادي يعتمل بداكشي اللي وقع. يناير 2021 كان معاها في دارها، ديك الساعات جا واحد المكالمه من الزوج السابق ديالها وبات ولدها الوحيد اللي عنده 6 سنين، وغادي يسمع المحتوى ديال ديك المكالمه كامله، وغادي يعرف باللي هي قررت انها ترجع للموطن ديالها، يعني المنطقه اللي فيها الولد ديالها، وتستقر وتعيش، لانها عيات من ديك الحياه ديال التشتت والحياه ديال الاستقرار اللي كانت عايشاها في ميلانو. الشيء اللي هو ما غاديش يكون متفق عليه، حيت بالرغم انهم تفارقوا مع بعضياتهم وعندها يعني حبيب جديد، كان عنده ديما امل انها ترجع ليه واحد النهار. داكشي علاش كان موافق على كل شيء اللي كديرو، غير خاصها بشرط انها تبقى حداه ما تبعدش عليه. وبالنسبه ليه لا رجعات لفيرونا غتكون هذيك هي النهايه ديال العلاقه ديالو معاه. داكشي علاش ما عجبوش الحال، وديك الساعه غادي يعطي الراي ديالو في داكشي اللي غتقول، وغادي يقول لها باللي هي ما يمكنش تمشي وتبعد عليه. هنا هي غتنفجر فيه وغتقول ليه باللي انت ما عندك حتى شي علاقه بحياتي، انا وياك غير اصدقاء، شحال هادي ما بقيناش مع بعضياتنا، وواخا نكونوا مع بعضياتنا انت ما عندكش الحق باش تحكم فيا، انا انسانه متحرره ونقدر ندير داكشي اللي بغيت. وهنا غادي الصراع ديالهم غادي يشتعل، والاصوات غتعالى، وما غيعرفش كيفاش انه حتى غادي يلقى راسو صفاها لها. غيقول لهم بانه في لحظه غضب ما غاديش يشعر براسو ملي عطاتو بظهرها وقالت ليه باللي خرج من دارها، وباللي هي ما بقاش بغا تسمع صوته ولا تشوفه، وباللي هي خدات القرار ديالها انها ترجع تعيش حدا ولدها. في هذيك اللحظه قال لهم باللي هو فقد السيطره على راسو، وغادي يهز واحد الاله حاده وغيعطيها بها الراس حتى غادا تطيح جثه هامده. وتما غادي يحاول انه يخفي ديك الجثه، بما انهم ساكنين في عماره ومعاهم جيران ما غاديش يقدر يخرجها. داكشي علاش غادي يقطعها ل 15
جزء 15 جزء اللي غادي يشري على قبلها كونجيلاتور وغادي يديرو في دارو وغادي يدير فيه دوك بلاستيكات كاملين وغيحتفظ بهم هذيك المدة كاملة. تخيلوا معايا من 10 يناير 2021 حتى 20 مارس، يعني 3 شهور كاملة وهي عنده في الدار في الكونجيلاتور، وحتى النهار اللي غادي يقرر فيه انه يحيدها وغادي يهزها حيت ما بقاش بغاها تكون عنده في دارو، غادي يهز دوك البلاستيكات وغادي يديهم ديك المنطقة اللي هي منطقة نائية ما غادي يوصل ليها حتى شي واحد، وحتى لو وصلوا عمر شي واحد ما غيشك فيه. ولكن الروح عزيزة عند الله وشاءت الأقدار أن هذاك السيد غادي يلقاها وغادي يتعرفوا على السيارة اللي كانت كدور تما وغادي يطيحوا عليه، وكان هذا هو الاعتراف ديال فونتانا. وهنا غادا تنطلق الجلسات ديال المحاكمة ديال فونتانا، ومع ذلك وبالرغم من الاعتراف ديالو غادي يقترح عليه المحامي ديالو انهم يديروا واحد المحاولة ديال انه يتعرض على لجنة نفسية لانه ماشي انسان عادي وماشي متوازن في العقل ديالو. ولكن هذه المحاولة هذه غتفشل وغادي يحيدوها من الملف ديالو لان الطبيب النفسي اللي غادي يعاينو غيقول بلي هو انسان طبيعي 100%. ومن 2021 ليومنا هذا باقي ما تحكمش على فونتانا، بقى الجلسات كتاخذ واحد الوقت طويل بزاف والمدة بين جلسة وجلسة والاستماع للأطراف والاستماع للمتهم والاستماع للعائلات ديالهم كتستغرق واحد الفترات اللي طويله بزاف. داكشي علاش باقي ما تحكمش فيها، ولكن الحاجه الوحيده اللي اكيده ان هذيك الام فقدات الحياه ديالها وولدها ووالديها ضاعوا فيها بزاف كما كيقولوا الناس اللي كانوا كيعرفوها. بالرغم انها كانت واحد البنت اللي متحرره بزاف وما عندهاش يعني ما كتحملش المسؤوليه ديال الامور، ولكن كانت عندها واحد العلاقه رائعه بالابن ديالها، كان ولدها هو حياتها، كان عزيز عليها بزاف. واخا كانت بعيدة عليه وكانت عايشة حياتها في بلاصة أخرى، ولكن كانت مواظبة على أنها ديما ترجع عنده، وكان كل شيء كيقول بلي هي كانت واحد الأم زوينة بزاف وكان عزيز عليها ولدها، وكانت كتتمنى أنها تأمن ليه المستقبل ديالو وأنها ترجع يعني تقاد المستقبل ديالها وترجع تعيش حداه وتكون حداه. وداكشي علاش كانت علاقتها بالأب ديالو واخا تفارقت هي وياه كانت علاقة زوينة بزاف. ولكن شاءت الأقدار أن حياتها تسالي بهذه الطريقة هذه. 26 عام كانت مازال في البداية ديال حياتها. الناس اللي عرفوها وكانوا قراب ليها كانوا كيقولوا بلي كانت واحد البنت زوينة بزاف وكان قلبها زوين وكان عندها بزاف ديال الطموح في الحياة. ما وصلاتش بزاف، شحال من حاجة كانت كتحلم بها، ولكن كان مازال قدامها الوقت. ولكن شاءت الأقدار أنها تفارق الحياة بهذه الطريقة هذه. كانت هذه هي القضية ديال اليوم، وهذه هي الواقعة اللي وقعت في منطقة جبال بريشاني. كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.